وهيبني المعتقد بتاعه، وبالتالي هيعاملك انت يا مدير مشروع، هيعامل المشروع كله من خلال المعتقد دون. فافهم الناس دي شايفة مشروعك ازاي. اهلا بيكم. خامس اسبكت بنفهم بيه وبنحلل بيه الشخصيات اللي هنتعامل معاها كستيك هولدرز عشان نبني علاقة صحية مع المشروع بتاعنا. والاسبكت الخامس او الموضوع الخامس هو البيليفز، المعتقدات. وهنا ما اقصدش ابدا المعتقدات بالمفهوم اللي احنا كنا متعودين عليه كمعتقدات دينية او الى اخره، لا، المقصود ان هو بيعتقد ايه في المشروع بتاعنا، هو بيعتقد ايه في نتائج المشروع بتاعنا، وبالتالي اعتقاده دوت هيخليه يتعامل مع المشروع ازاي، هيخليه رياكت للمشروع ازاي. تعالوا ناخد مثال يقرب الفكره عشان ما نتوهش كتير. تخيلوا معايا احنا عندنا شركه ما، اداره المخازن اللي فيها ناس شغالين بطريقه فوق الروعه، ناس هايلين جدا، ولكن احنا جينا قلنا لهم يا جماعه احنا يعني مقدرين مجهودكم جامد جدا، وعشان كده هنركب لكم سيستم جديد. السيستم دون هيبقى حاجه كده ادفانسد جدا، هتساعدكم ان انتوا تديروا المخازن بطريقه كويسه. فبدل ما احنا شغالين على اجهزه على المكاتب، لا، احنا هيبقى معانا تابلتس هنتحرك بيها. مش بس كده، وكمان هنعمل لكم روبوت يقدر هو اللي يساعدكم يجيب الحاجه من على الرفوف. لو جينا شرحنا الكلام دون للساده امناء المخازن والساده العاملين في المخازن في الشركه دي، تفتكروا هيشوفوا المشروع ازاي؟ هيعتقدوا ايه من المشروع دون او من الحدوته اللي احنا حكيناها عن المشروع دون؟ ايوه، زي ما انتم قلتوا بالظبط، هيعتقدوا جواهم ان السيستم دون هيتعمل عشان يمشونا، عشان يستغنوا عننا، او على الاقل هيستغنوا عن جزء من الناس اللي عندنا، وبالتالي هم هيبنوا اعتقاد جواهم ان السيستم دون والسوليوشن دون هيقطع عيشهم. تفتكروا لو حد فعلا كان ده المعتقد بتاعه، لو هو شايف ان نتيجة المشروع دي تساوي قطع عيشه، هو هيتعامل مع المشروع ازاي؟ تعالوا نفهم الستيك هولدرز من الدايمنشن دون، وهو ده اللي بيتباع مع الواي بيهايند المشروع. هتلاقوا دايما يا جماعه الناس بتبني معتقداتها عن المشروع من الحدوته، هو ليه الشركه بتعمل المشروع دون. بس للاسف كل واحد هياخد المعنى حسب توجهاته هو، حسب تأثير المشروع، حسب رؤيته هو، وهيبني المعتقد بتاعه، وبالتالي هيعاملك انت يا مدير مشروع، هيعامل المشروع كله من خلال المعتقد دون. فافهم الناس دي شايفة مشروعك ازاي، قارية مشروعك ازاي، رؤيتها عن المشروع ازاي، بتعتقد ايه في المشروع دون ونتائج المشروع دون، علشان انت تبدأ تعالي الكلام دون وتشوف هتوضح الصورة او هتظبط الصورة ازاي لو هي صورة سلبية، او لو المعتقد دون بوزيتيف، ساعتها ازاي هتنجح ان انت تستفيد من البوزيتيف بليف دون عن المشروع بتاعك.